وشيك جدا ونازل منها ناس، اتفاجئ ايه من حاجه كبيره جدا نازله من العربيات. هو استاذ دكتور كان مفكر ان هو احسن واحد في الدنيا تقريبا في الفتره دي، دخل استني يشوف مين اللي نازل من العربيه، لقى اللي نازل من العربيه ده الاخير اللي باباه ضربه قدام الناس، اللي كان مجموع اقل واحد في اصحابه في ميكروفون قدام الناس والناس كلها سمعت نتيجته وتعرف ان هو الفاشل والاخير. ده اللي نزل من العربيه وبقى هو انجح واحد في اصحابه. ساعتها دخل الدكتور حسام موافي يسلم عليه وساله انت بقيت شغال ايه؟ بقى رئيس مجلس اداره لاكبر الشركات الخاصه اللي موجوده في مصر ويمكن في الشرق الاوسط كمان، ومش هبالغ لو انا قلت ان هو بقى اغنى واحد في اللي موجودين كلهم من 35 سنه. لو رجعت وكان هو دخل كليه الطب ما كانش شكله كده قدام، ولا كان زماننا بنتكلم عن نجاحه دلوقتي. صدقني ثالثه ثانوي مش نهايه حياتك، طب وهندسه صيدله علوم اسنان مش نهايه الكون. ممكن تدخل كليه من الكليات دي وتقع، ممكن تدخل اداب وتربيه وتنجح وتحقق فارق. ناس كتيره وقعت في ثالثه ثانوي ونجحت بعدها، ناس كتيره دخلت طب واتدمرت بعد ما دخلت طب. ثالثه ثانوي مرحله، ثالثه ثانوي مش نهايه العالم. مجموعك حلو مجموعك وحش، اجتهادك مش هيضيع وربنا هيوفقك وهيكرمك على قد اجتهادك، وربنا اكرم، ربنا اكرم ان شاء الله. حبايب قلبي يا ريت مجموعه ثالثه ثانوي ما ياثرش فينا، ولا ثالثه ثانوي حتى تاثر فينا. احنا علينا الاجتهاد وعلى رب العالمين. قول لنفسك انا مش هخاف، قول لنفسك ان ورقه الامتحان اللي انا هقابلها كمان كام يوم او كام شهر انا مستنيها، واما تحط ورقه الامتحان قدامك قول والله العظيم لأقفل الامتحان ده عشان احلامي. انا مستنيكي بقالي كتير، انا بقالي سنه كامله بصحى كل يوم بدري، بقالي سنه كامله بذاكر، بقالي سنه كامله بصرف فلوس كتير عشانك. اللقاء ده انا مستنيه. وخش على الورقه وانت قوي، مش تخش وانت ضعيف. انت بني ادم وحش، تقدر تعمل اي حاجه في اي وقت، تقدر تبذل اي مجهود عشان توصل للحاجه اللي انت عايزها. ايمانك بنفسك اللي هيحولك لبني ادم مقاتل. لازم كلنا نتحول في حياتنا لوحوش. قول لنفسك اغلى من الفلوس واغلى من اي حاجه وقتك ده. ليه؟ لان انت الوقت بتاعك ده هو كل حاجه، هو ميزانك. لا بقيت قاعد عمال بسمع الحوار ده بتاع زميلي والحوار ده بتاع زميلتي وعمال بقول لده واحلف بالله ده. ضغط كبير عليك وانت عندك عقل، والعقل ده على قد كتر استيعاب المذاكره. لو انا جبت حد فينا قمت رايح مشربه ميه وخدته وحطيته ومصرف ميه زباله قذر كده، قلت له ما فيش الا الميه دي وهتشربها، هو ده التليفون اللي قدامه، فهو بيشرب من الميه المعفنه دي تليفون. اول مره لما ضيع وقته في اول السنه زعل ان وقته بيضيع، في اول السنه زعل ان وقته بيضيع فساب التليفون فما عادش بيشرب الميه دي. بعدين عطشان فشرب من الميه دي لما مسك التليفون، ففضل يشرب منها وماسك التليفون، يشرب وماسك التليفون، يشرب وماسك التليفون، وتعود على ان الميه دي هي الجميله. جيت في مره جبت له ميه معدنيه اللي هي المذاكره. اغلى من الفلوس واغلى من اي حاجه وقتك ده. ليه؟ لان انت الوقت بتاعك ده هو كل حاجه، هو ميزانك. لا بقيت قاعد عمال بسمع الحوار ده بتاع زميلي والحوار ده بتاع زميلتي وعمال بقول لده واحلف بالله ده. ضغط كبير عليك وانت عندك عقل، والعقل ده على قد كتر استيعاب المذاكره. لو انا جبت حد فينا قمت رايح مشربه ميه وخدته وحطيته ومصرف ميه زباله قذر كده، قلت له ما فيش الا الميه دي وهتشربها، هو ده التليفون اللي قدامه، فهو بيشرب من الميه المعفنه دي تليفون. اول مره لما ضيع وقته في اول السنه زعل ان وقته بيضيع، في اول السنه زعل ان وقته بيضيع فساب التليفون فما عادش بيشرب الميه دي. بعدين عطشان فشرب من الميه دي لما مسك التليفون، ففضل يشرب منها وماسك التليفون، يشرب وماسك التليفون، يشرب وماسك التليفون، وتعود على ان الميه دي هي الجميله. جيت في مره جبت له ميه معدنيه اللي هي المذاكره، قلت له خد ذاكر اشرب ميه معدنيه، شفط اول بق، لا ميه وحشه، لا انا هشرب الميه اللي انا اتعودت عليها دي. تلاقي نفسك عقلك باظ بسبب التليفون اللي انت احنا التليفون ده مرمس تافهين والله، مسلسلات زفت وافكار زفت وعيال مشهورين على الفيسبوك وعلى تيك توك وعلى اليوتيوب، عيال زفت الزفت يدمروا المجتمع والله. فانت بقيت متابعهم. فلما اجي اقول لك ذاكر هعمل ايه بشهادتي؟ الكلمه المحفوظه، ما اللي بيذاكروا اخر السنه التانيين بيغشوا. يا اخي ارضي ربنا واعمل اللي عليك، وبعدين يبقى فكر في اي حاجه ثانيه. وقتك تستغل. كان في عالم من العلماء لما كان بيروح لحد من زمايله يقعد معاه، كان القعده بتاعت زميله دي عباره عن انه بيبري القلم. فكان الاول ما كانش فيه براد، زعلت، فقدت الشغف، مش عايز تشوف ولا تكلم اي حد، وجالك اكتئاب، خلاص قوم هات ايدك. محدش بيهمه ولا هيهمه انت حاسس بايه وزعلان ليه. ربنا موجود، ربك موجود، رد عليا. ربك موجود، مش محتاج اي حد على وجه الارض عشان يوقفك على رجليك. سندك هو ربنا ونفسك. تقدر
تقدر تعمل اي حاجه انت عايزها. الفرق بينك وبين اي حد ناجح، الناجح بيقع، الناجح بيقع بس بيعرف يقوم، لكن انت بتقع ما بتعرفش تقوم. زعلت؟ فقدت الشغف. تعال نبص على الصين. انا متهيألي ما فيش حد في الصين فاضي يسمع مسلسلات الهندي البلد اللي جنبهم، والله، ولا الكوريين اللي ولا اليابانيين اللي جنبهم، ما حدش بيسمع مسلسلات دي هناك اظن. الحقيقه كلهم عندهم حياه عمليه. البلد دي كانت ما فيش خالص، البلد دي بقت رقم واحد في الاقتصاد. انظر بعينك الى الاقوام كيف سمت بهم تلك العلوم الى المحل السامي. بص حضرتك دلوقتي على التعليم في الصين والتكنولوجيا في اليابان والصين، شوف وانظر الى الاقوام كيف سمت بهم المسلسلات، كيف سمت بهم التيك توكر بتوعنا والبلوجر بتوعنا شويه التافهه اللي كل يومين مشكله وحوار وفضيحه. انظر الى الاقوام كيف سمت بهم تلك المسلسلات، تلك الهيافه والافلام، تلك الماتشات اللي احنا عمالين نخسر بعض علشانها. هذا هو العلم يا اخي، صح وفوق عشان حياتك ومستقبلك. انت لسه مش حاسس بمسؤوليه، لكن بعد 10 15 سنه لما تكون خلصت جامعتك وبدات حياتك العمليه هتلاقي نفسك بتقبض لك 5 6000 وصاحبك التاني بيقبض 60 70 الف. هقول يا ريتني ذاكرت. لما اختار الله سبحانه وتعالى هذه البقعه لا شبه الجزيره العربيه لنزول الاسلام فيها؟ ليه القران ما نزلش مثلا في مصر بلد الحضاره؟ ليه ما نزلش في العراق؟ اشمعنى شبه الجزيره العربيه؟ اظن لو حد فيكم عنده عقل هياخد باله ان انا بشرح ادب وشعر. نزل القران الكريم على العرب تحديا له، فدول افضل ناس اتكلموا في الدنيا كلها، حتى ان اشعارهم كانت تكتب بماء وتعلق على اسطار، فحد قدر يبارزهم، حد قدر يضاهيهم، فروحنا منزلين عليهم كلام. يلا تحدي، قل فاتوا بصوره من مثله ان كنتم صادقين. لما اختار الرسول؟ عشان لو اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر فهذا نبي امي لا يجيد القراءه ولا يجيد الكتابه. هل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام قال الشعر؟ رغم كده القران لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اتهموه ان هو شاعر، وفي الاخر وما هو بشاعر. خلاص يبقى كاهن، وما هو بكاهن. قال لك بس ده ساحر، وما هو بساحر. لكن حضرتك سمعت عن واحد من العرب دول طلع خطأ واحد في القرآن الكريم؟ هنا حد مثلا عيب قرأنا مثلا في كتب التاريخ او كتب اللغة، او حضرتك شفت حد او سمعت عن حد في العصر الجاهلي ودول افضل ناس يتكلموا طلعوا عيب واحد في القرآن الكريم؟ اذا ده كلام بشر ولا مش بشر؟ كلام رب الايه؟ معجز. وكلام رب العالمين المعجز ده خلى العرب يبتعدوا عن الشعر ويتجهوا لاعجاز القرآن الكريم. اللي دخل الاسلام فيهم يا جماعة ابتعد عن الشعر. زي مين؟ حد فيكم فاكر قصة الشاعر اللي أسلم عندما قرأ آية الكرسي على الكعبة؟ لبيد بن ربيعة كان من شعراء المعلقات، لأن الراجل ده أول ما قرأ آية الكرسي صرخ وأسلم. سأل الناس مين اللي ما كتب هذا بشرا؟ ما سيدنا عمر بن الخطاب خده للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مما أنزل على محمد. راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقف قدامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك لرسول الله، وامتنع عن قول الشاعر واتجه لإعجاز القرآن الكريم ودراسة إعجاز القرآن الكريم. ولم يكن بعد الإسلام إلا بيت واحد بس: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أبتدي من الإسلام سربالة. البيت واحد بس. راح سيدنا عمر بن الخطاب بعت للبيد بن ربيعة: أمتعنا يا لبيد بشعرك. لبيد قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأكمل سورة البقرة وقال: الحمد لله الذي أبدلنا من الشعر خيرا منه. إيه اللي أفضل من الشعر يا جماعة؟ هو القرآن الكريم. هل